ليه اللي أذونا وحشونا على الرغم من إنه عدى سنين وأيام وشهور، بس برضه بنحس إن هما وحشونا على الرغم من الأذى اللي عملوه فينا، على الرغم إن هما ملهمش مكان في حياتنا وعارفين إن هما ما ينفعش يدخلوا حياتنا تاني، بس هما برضه بيوحشونا. ليه بنحس الشعور ده وإزاي نتخلص منه أو إزاي نتعامل معاه كمان؟ كل ده والمزيد هنتكلم عنه النهارده في الحلقة دي. بس أنا محتاج أفوق، محتاج أفوق، لسه صاحي. تعالوا نعمل القهوة كده في السريع قبل ما نبتدي الحلقة. وأنا خلاص خدت عليكم الصراحة يعني تيجوا تعيشوا معايا حياتي. معلقتين سكر كده حلوين. ماشي. المية بتاعتنا بقى، آخر حبة لبن. جبته، لقيت عرض ألموند ميلك في فتح الله، نزل بسعر حلو، قلت أما أجربه وأعيش عيشة الناس الأغنياء كده. بتاع ده جاب لي إسهال، بس أنا لازم أخلصه عشان ما يترميش، حرام. بصوا بحلبه حرفيا، بحلبه مش سايب حتة، ده أنا دافع فيه قد كده وبعرض كمان. وده بقى كيك ماما عاملاه. تعالوا يلا بينا بقى نفطر ونبدأ الحلقة. أنا حاسس إن أنا طولت قوي عشان أنا جامد. بلاقي كود خصم على نون، لو عايزين تستخدموه خدوه استخدموه، مش بقول لكم استخدموه بقى وده إعلان وبتاع، لا لو عايزين يعني. أنا برضه بديه لماما ولأختي وأي حد ماشي في الشارع. بيعمل خصم حلو يعني، حتى لو 2 جنيه أحسن من عينهم. صح ولا مش صح؟ خدوه بقى استفيدوا بيه. يلا. شعور الاشتياق للعلاقات القديمة أو الأشخاص اللي خرجوا من حياتنا ده شعور يستحق اللي احنا الواحد يجيب القهوة بتاعته والكيكة ويقعد بقى يتكلم فيه، لأنه موضوع كبير قوي. لأنه في أوقات كتير ممكن يخلي الإنسان يرجع لنقطة البداية، أو يسمح للشخص اللي أذاه إنه يأذيه تاني بس لأنه حس بالاشتياق. والله دي وحشتني، قلت أما أسأل عليها بس، أبعت لها كل سنة وأنت طيبة في مولد النبي. ولا هو وحشني قلت أبعت له رسالة، جيت على بالي قلت أسأل عليك. فأيا كانت الطريقة اللي احنا بنكسر بيها البعد بينا وبين شخص معين، فاحنا لازم نقعد ونفكر في الموضوع شوية ونتكلم فيه بشكل علمي وعاطفي. الموضوع ده ليه أسباب واضحة وممكن تقنعكم بشكل كبير، لأنها نوعا ما علمية. بس محتاجة منكم إنكم تركزوا، لأن الحل في الحاجات اللي أنا هقولها، في الأسباب اللي أنا هقولها الحل موجود بينها. فأنتوا لازم تسمعوني وتركزوا وتسيبوا اللي انتوا بتاكلوه علشان نشوف حل للموضوع ده. جات لي رسالة في الدي امز من شاب شكله محترم جدا، بيحكي لي بقى، بيقول لي ادم انا هحكي لك حكايتي بس ما تنزلهاش عني. بجد مسكني من ايدي اللي بتوجعني. الناس عندي بيدخلوا يسالوني في الدي امز ويتفاجئوا ان هم متاخدين سكرين شوت ونازلين في كل السوشيال ميديا واتفضحوا وانا بجاوب عليهم. فبقوا يسالوني او بقوا لما يسالوني يقولوا لي ادم ما تنزلش ده في حته وما تتكلمش في الموضوع. مسكوني من ايدي اللي بتوجعني. بس فانا هحكي الموضوع بشكل ملخص، لان الموضوع ده هو او حالي اللي انا اعمل الحلقه دي. استنى البس النضاره عشان انا عيني وجعتني. حكى لي ان هو كان مع بنت لسنين طويله، كانوا بيحبوا بعض، بس للاسف الشديد اكتشف بالطريقه الصعبه اللي انا هموت واقولها بس مش عارف ان هي مش بتحبه، هي بتستغله. هي بتحب حبه ليها، فاهمين؟ عارفين انت مش بتحبه هو شخصيا، بتحب حبه ليها. يعني لو حد تاني جه قدم لها اهتمام وحب واي حاجه من الحاجات بتاعت اللفلفه دي هتروح معاه، لان هي بتحب الاهتمام مش بتحب الشخص. المهم صاحبنا ده زعل جدا واتأثر وبعد عنها ومش عارف ايه، بس زي ما انا قلت هو اللي اكتشف الموضوع في الاول. آه وحشته، قام دخل كلمها قال لها ايه، قال لها جيتي على بالي قلت اسلم عليكي، اللي انا قلتها في الاول دي عشان الموضوع في دماغي. جيتي على بالي قلت اسلم عليكي. المهم الكلام جاب بعضه وبداوا يتكلموا تاني، ودخلوا في العلاقه تاني. بس بعدها بعد فتره هي اللي جت قالت له بنفسها انا مش بحبك، انا كنت بجرب بس برضو انا لقيت ان احنا واحنا بعيد احسن، وبعدت عنه. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا ده كسره جدا وزعله، لانه جه منها المره اللي فاتت
هو اللي اكتشف الموضوع بنفسه، لكن المرة دي هي اللي جت قالت له في وشه، اديتها له في وشه على طول. فخلص كلامه بانه بيقول لي يا ادهم هي ليه وحشاني بعد كل الزعل والكسرة اللي انا فيها، بعد المرتين اللي احنا جربنا فيهم والمرتين فشلوا، ليه برضو وحشاني، ليه بفكر فيها؟ من الراجل لما يحب، والله العظيم نخسرة فيكوا يا ستات. تعالوا بقى ايه، تعالوا نبدأ نحلل الموضوع ونفهمه، واقول لكم الاسباب بتاعة الاشتياق عشان نعرف الحل فين. هو الموضوع هيتقسم لنقط، 3 نقط، وهقولهم واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول نقطة، لما بيحصل الانفصال من 2 بيحبوا بعض او اصدقاء، انا برضو هفضل اتكلم عن الاصدقاء كتير لاني كأدهم مؤمن ان وجع الصداقة اكبر بكتير من وجع الحب. يعني لما واحد صاحبك او واحدة صاحبتك تخونك مثلا او تأذيكي، فوجعها بيكون اصعب كتير من ان مثلا خطيبتك او خطيبك يحصل منهم كده. فلما 2 يحصل بينهم الانفصال، ايا كانت العلاقة اللي بينهم، اصحاب او بينهم علاقة حب، بتبدأ مرحلة التخطي لأي طرف من الأطراف. مرحلة التخطي دي بتمشي ازاي؟ هي رحلة غضب، حزن، ندم، فترة كويسة، فترة مش كويسة، بنطلع فوق، بننزل تحت، بنقع، بنقوم. رحلة طويلة لحد ما نوصل للتسامح والتقبل، وبعد كده بنتخطى. أثناء الرحلة دي واحنا بنعدي بكل المراحل اللي انا قلت عليها دي، في حاجة بتكون موجودة معانا مش بتسيبنا، يعني مش مرحلة واحدة بنعديها، لا هي موجودة في كل المراحل، وهي الاشتياق. ان الشخص يوحشني. هتلاقي الشخص اللي اذاك وبهدلك وطلع عينك بيوحشك، اللي انت متبهدل بسببه دلوقتي بتفكر فيه وعايز ترجع تكلمه، عايز تشوفه، عايز يحصل بينكم نقاش، عايز whatever اللي انت عايزه، بس في شعور وهو الاشتياق بيكون جواك في كل المراحل دي. فدي اول نقطة، هي دي ادم اول نقطة. بس كده؟ ايوه هي دي اول نقطة. اول نقطة لو ركزتوا فيها هتلاقوا ان الاشتياق مرحلة متكررة في رحلة التخطي عند اي حد وكل حد. يعني انت ولا مجنون، ولا انت وحش، ولا انت شخصيتك ضعيفة، ولا انت انسان مش موزون، ولا انت متعلق، ولا انت معمول لك عمل. الكل كده لما بيتخطوا لازم يحسوا بالاشتياق. فده معناه ايه؟ ده معناه ان اول نقطة معناها ايه؟ ان الموضوع ده طبيعي. يعني نحط في دماغنا ان الامر ده حاجة عادية جدا، بتيجي وتروح، زي مثلا صداع، دور برد، بيجي ويروح. ما ينفعش نكبرها، ما ينفعش ناخدها ونبني عليها افعال. وانك لما تحس بكده وانت في رحلة التخطي يبقى انت ماشي صح، ما تقلقش. وده بياخدنا للنقطة التانية، وهي ليه اصلا ليه بنشتاق للناس المؤذية؟ ليه بيوحشونا؟ في ناس كتيرة الصراحة على النت بيتكلموا في الموضوع ده، بيقول لك اللي انت لما حد يوحشك ده مش معناه ان هو شخص صح، ده مش معناه ان هو ليه مكان في حياتك او ينفع يرجع في حياتك، ده امر طبيعي. وفي فيديوهات كتير قوي بتتكلم عن الموضوع ده. اعتقد ان انتوا حد منكم شافها، اكيد شفتوها. بس انا نفسي اول ما يقولوا الجملة دي اللي هي بتاعت عادي اللي الناس توحشك بس ما لهمش مكان في حياتك، يقولوا ليه. لماذا دي ممكن تخلي الانسان يرتاح. انا النهارده جاي اقول لك لماذا، مديك كود خصم، ماشي، عامل القهوة معاك وجاي اقول لك لماذا. والله العظيم عامل الواجب وزيادة. تعالوا بقى معايا ونفكر في الشخص اللي اذينا. حط في دماغك دلوقتي الشخص اللي اذاك وبيوحشك او بيوحشك، ماشي، وتعالوا نتكلم. انا هوضح لكم النقطة التانية بالدليل القاطع وبعملي كده. معنى ان شخص يوحشنا رغم اذيته لينا ان هو كان حد كبير جدا في حياتنا وليه دور كبير في حياتنا. يعني ايه؟ بنتكلم معاه اغلب الوقت 24 ساعة، نهزر معاه ونضحك معاه، ولينا كده، لينا مع بعض شخصية معينة ما بتظهرش لأي حد. لما بنزعل بنروح نفضفض له عشان نرتاح ونحس ان هموم الدنيا راحت من علينا. لما بنكون مخنوقين بنكلمه او بنخرج معاه. الشخص، انا بتكلم عن الشخص. لما تحصل مشكلة بنروح نستنجد بيه، او على الاقل بيكون هو اول واحد يعرف. لما بتحصل حاجة حلوة جدا في حياتنا، حدث جميل، مناسبة حلوة، هو برضو بيكون أول شخص بيعرف. وكل اللي أنا قلته ده بنعمله على مدار العلاقة، سنين بقى أو شهور. والموضوع ده يا جماعة ما بيتقاسش بالمدة. فمثلا ما تقوليش ان انا عشان قعدت السنة مع حد مثلا في علاقة
فالتخطي بالنسبة لي هيكون أصعب من حد قعد 3 شهور، لأ خالص، خالص الموضوع مش بيتقاس بالمدة بل بالشدة. أنا ممكن أكون قاعد سَنة معاك، أنا وأنت صحاب مع بعضينا في كل حاجة، لكن ما حصلش حاجة في حياتي. عادي جدًا بنتكلم، بنتقابل كل فترة لكن ممكن أقعد معاك 3 شهور يحصل لي مصايب واتجوز واخلف واجي لك واقول لك واستنجد بيك يحصل حاجات كتيره في الثلاث شهور دول. فالموضوع مش بالمده خالص، هو بالشده. فاهمين؟ حاجه فيزيائيه كده. هنا يا عزيزي المشتاق عقلنا اتسيستم وتعود على حاجه، وهي ان الشخص ده هو بر الامان. لما انا اكون زعلان ومخنوق ودماغي عماله تجيب وتودي، لما الشخص ده يكون موجود دماغي بترتاح بتهدى. انا عقلي اتعود على كده. لما انا اكون فرحان جدا او تحصل حاجه جميله جدا وعقلي يكون مهايبر بشكل كبير والدوبامين مولع الدنيا جوه، وجود الشخص ده هيريح الدنيا ويخلي الموضوع اسعد واحسن. انا عقلي اتعود اتسيستم على كده خلاص. عقلي اتعود واتسيستم على ان اي حاجه بتشغله، اي حاجه بتيجي اي فكره في دماغه ممكن يتم مشاركتها مع الشخص ده. فزي ما يقول لك الأغنية دي بتاعت بهاء سلطان، الوجع بيتقسم على 2، أو أي حاجة في دماغي ممكن 2 يشيلوها. فأنا عقلي اتعود على كده. ده غير طبعا التعود اليومي، الكلام اللي كل يوم ده. فعلشان كده احنا بيوحشونا الناس اللي أذونا. حتى لو تاخدوا بالكم لما بتحصل لنا مواقف وحشة في حياتنا الاشتياق ده بيزيد عن الطبيعي. يا ريت الشخص برضو كان معايا، كان واقف جنبي وطبطب عليا وهداني وكنت كلمته، وما بعرفش اكلم حد غيره، ما بعرفش افضفض لحد غيره. فبيوحشنا بقى لما يحصل لنا مواقف حلوة في حياتنا، الاشتياق برضو بيزيد، لانه يا ريت الشخص كان موجود، كنت قلت له، كان زمانه واقف جنبي معايا. فدي بقى النقطة التانية، ان اصلا الشخص مش بيوحشنا، الشعور اللي هو كان بيديهولنا هو اللي بيوحشنا. فلو اتكلمنا بشكل علمي هنقول ان ده مش اشتياق خالص، دي محاولة من العقل ان هو يرتاح، ان هو يروح لبر الامان اللي هو متعود عليه. زي كده لما انت تعطش العقل متعود يشرب ميه، لما تجوع العقل متعود ياكل. تعود ما هو الا تعود. زي الادمان كده بالظبط. لما شخص يكون مدمن ويبعد عن ادمانه فترة كبيرة وتحصل مشكلة في حياته، فعقله بيزود رغبته في الرجوع للإدمان. ليه؟ لأنه عقله اتعود إن لما الشخص بيستخدم الحاجة اللي هو مدمن عليها دي بيرتاح بقى وبيهدى وبيكون مبسوط، وأي هم في حياته بيختفي. فالعقل عايز يخلينا مرتاحين مش أكتر، هو معانا مش علينا. أنا عندي كفاية إن أنتوا تكونوا فاهمين النقطة دي لو فهمتوها وحطيتوها في دماغكم حاجات كتير قوي هتتغير. أنا كمان بيحصل لي كده. أنا باتكلم بس ما اقدرش اكدب عليكم، انا كمان بيحصل لي الموضوع ده، رغم اللي انا عارفه، انا فاهم وقريت كتير عن الموضوع العلمي ده، بس بيحصل لي برضه. فانا لما بيجي لي الشعور ده، شعور الاشتياق في اوقات الحزن مثلا او اوقات الفرح، بعمل ايه؟ بعمل حاجه انا مش عايز اقول لكم تعملوها، لاني انا ما بديش حلول، بس بقول لكم انا طريقتي كادهم. هي طريقه صعبه شويه بس هي فعلا بتحل. ليه يا ادهم بتستخدم الطريقه الصعبه دي؟ علشان انا عارف نفسي، ممكن لما شخص يوحشني قوي ادخل اتكلم، انا جريء، انا واحد بطلع على النت، مش فارق معايا الناس، اعمل اللي انا عايزه. فطبيعي في حياتي الطبيعيه ان انا لو عايز اكلم حد هكلمه، وده بيعود عليا بشكل سلبي لو انا عملتها بشكل غلط. فلازم ادي نفسي بالجزمه. فبعمل ايه؟ عقلي او عقلنا كلنا في الحته دي لما بيجي يشتاق ما بيفتكرش الوحش، ما بيفتكرش اللي حصل زمان اذانا. فانا بقوم كده قاعد كده واقوم متخيل كل حاجه وحشه حصلت، كل السيناريوهات الوحشه اللي حصلت اقوم حاططها في دماغي، اقعد افتكرها بالحرف. ساعات الموضوع ده بيوجعني، بس انا لازم افكر عقلي باللي حصل فيه. عقلي بينسى، لا افكرك بقى، تعالى لي بقى، ده حصل وحصل وحصل. طب مين ده اللي بيوحشك؟ مين دي اللي بتوحشك؟ اوعى تفتكر كده، اوعى تعمل حاجه. فانا في ساعتها الصراحه الموضوع بيروح والاشتياق ده بيختفي. ف... فالموضوع بيساعدني الصراحه، يعني ما اقدرش اكدب عليكم، بس انا ما بقول لكمش تعملوها. دي طريقتي اللي انا اكتشفتها. شوفوا انتوا ايه الطريقه اللي ممكن تنفع معاكم. تالت نقطه يا جماعه، وهي نقطه دراميه شويه.
وانا بحب عنصر الدراما في كل حاجه في حياتي، بموت في الدراما، بعشقها. عمرك ما هتلاقي نفس الشخص مرتين. يعني انت لما تشتاق لحد بعد عنك، فانت بتوحشك الشخصيه بتاعته او بتاعتها زمان، اللي هي ممكن او اكيد ما بقتش موجوده دلوقتي. كان ليا صديق عزيز كان قريب مني جدا جدا، وكنا بنخرج وبنتكلم وبنحكي وبنفضفض، وكان يعني انا اكاد اقول لكم ان هو كان الوحيد اللي في حياتي، وانا عايز كده. انا خلاص انا شايفه ده اجمد صديق في الدنيا، وانا بحب دايرتي تكون صغيره، فخليته هو الصديق الوحيد اللي في حياتي، وده كان غلط مني. آه، حصلت بينا مشاكل، حصلت بينا مشاكل كبيره وبعدنا عن بعض. بس انا زي ما قلت لكم لما الاشتياق بيجي لي ببقى غبي، فكنت بتلكك بهزر، بعمل اي حاجه واشوف الشخص ده تاني، اقول له طب ما تيجي نخرج، طب انا تحت انزل لي وتعالى واجيب لك حاجه. المهم، فانا بلاقي الشخص ده بيعمل لي معامله وحشه جدا. بيقول لي ادهم انا هاذيك، والله بيقول لي ادهم انا عارف اللي بيزعلك وهعمله. وكان عمل حركه والموضوع ده لسه فاكره في دماغي، بيقول لي انا عارف ان ده زعلك، او ان اللي انا عملته ده هيزعلك، فانا عملته وقاصد. كان يبص لي بصه كلها شر. فانا كنت اقعد كده، مين ده؟ مين الشخص ده؟ فين الشخص اللي انا كنت اعرفه زمان؟ فين النسخه القديمه اللي انا كنت بحبها من الشخص ده؟ راحت، ما بقتش موجوده. فانا بالتالي كل مره بيجي لي شعور الاشتياق لصداقتنا القديمه، واروح اكلم الشخص ده، بتفاجئ بشخصيه تانية خالص، بتفاجئ بانسان غريب معرفوش، وبرضه ارجع تاني لان انا حاطط في دماغي نسخه منه انا مش عايز اطلعها، وده غلط. ده بقى انا كنت بعمل كده قبل ما اعرف ان الانسان لما بيروح ما بيجيش تاني، خلاص نسخه واحده راحت مش هتيجي. فلازم نعرف كده برضو اللي احنا لما بيوحشنا حد، فاحنا بيوحشنا النسخة القديمة بتاعته، الأيام الحلوة، الهزار، اللعب، الكيمستري اللي كانت بينا. لكن لما نيجي نرجع، يعني احتمال كبير بنسبة 90% ان احنا ما نلاقيش اللي احنا بندور عليه، فده بيكون صعب قوي. فشعورك بالاشتياق ممكن يزعلك اكتر، ممكن يضايقك اكتر، يحسسك اللي انت كده، يعني فاهمين قصدي؟ مش عارف اعبر عن الموضوع، للاسف لغتي خانتني، بس هو شعور اكتر ما هو كلام. على العموم، آه، دي تجربتي، اللي حصل معايا دي تجربة، وانا مش برميها عليكم، بقول لكم ده الواقع. بس اللي خلاني احكيها ان هو انا لقيت ناس كتيرة قوي حواليا بيعدوا بنفس الموضوع، بيجوا يكلموني، بيقولوا لي نفس الكلمة، احنا لما رجعنا لقينا حد تاني خالص، احنا حتى مش عايزين نكون معاه. فقلت يمكن ده موضوع منتشر، هو حقيقي ده فعلا موضوع منتشر، فقلت اقول لكم عليه، وهو برضو ايه، من باب العلم للشيء او من باب الفضفضه معاكم. فلو جينا نلخص الحلقه دي كلها هنلاقي 3 نقط مهمين، والثلاث نقط دول لو فهمناهم هيساعدونا نعدي فتره الاشتياق الصعبه دي. تعالوا نعيدهم مع بعض. اول نقطه، ان الاشتياق في فتره التخطي امر طبيعي جدا 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 جدا، وعند كل الناس. مش معنى كده ان انا شخص وحش او مجنون او عندي تعلق او معمول لي عمل، زي ما بيقول ما بنقول لبعض ده ايه ده، دي عامله لك عمل يا ولا، ده عامل لك عمل يا بت، فاهم؟ تاني نقطه وهي بتفيد اول نقطه، وان الاشتياق ده مش حقيقي، وهم اشتياق كاذب. احنا بيوحشنا الراحه اللي كنا بناخدها او الشعور اللي كنا بناخدها من الشخص. فببساطه جدا لما لو افتكرنا الاذى اللي اتطبق علينا، هتلاقي الشعور ده راح مع الهوا. تالت نقطة هو إن إحنا مش بنلاقي نفس الشخص مرتين حتى في نفس الشخص. فإحنا لو وحشنا حد، احتمال كبير جدا جدا إن إحنا ما نلاقيهوش تاني، ما يكون موجود قدامنا واقف معانا، بس إحنا ما نعرفش مين ده وفين الشخص اللي إحنا متعودين عليه. التلات نقط دول لو ركزنا فيهم وفهمناهم هنعدي المرحلة الصعبة بتاعة الاشتياق اللي بتجيلنا دي، لأن التلات نقط دول بيتحطوا تحت بند الاشتياق الكاذب، وإنك عرفتهم ده كفيل إن هو يساعدك تتخلص من الاشتياق الكاذب اللي بيصيبك. لو هقول لك طريقتي أنا، فزي ما قلت أنا لما بيجي الفترة دي بحط التلات نقط قدام عيني وأفكر فيهم كويس، بدي لعقلي شوية سنس، بدل ما هو بيكون مليان مشاعر ورغبة بديله بقى لوجيك، فيفوق
والدنيا تبقى زي الفل، وده عن تجربة. ففكروا كويس، ما تخلوش عقلكم يخدعكم، وانتوا احسن بكتير. واعرفوا ان لو لينا نصيب في حاجة او في حد، فهي مش هتسيبنا، هي هتبقى معانا، هتبقى بتاعتنا، مش هيحصل بعد. فحتى لو عدى سنين، حتى لو عدى سنين، لو هي من نصيبنا فهي بتاعتنا. ودايما حطوا في دماغكم شوية نقط كده، اللي احنا نستحق الأحسن. دايما احنا نستحق الأحسن، وإن الشخص اللي أذاك أو كسرك عمره ما هيبقى الشخص اللي يصلحك. يعني دي حكم حياة، اللي أنا مش بقولها كده عشان أنا جامد ومع البودكاست، لأ، ده الناس كلها بتقولها، لأن هي دي بجد حاجة معروفة. عمر اللي كسرك ما هيصلحك، انت اللي هتصلح نفسك. 5 مو 5 هوا نيو 5، أيوة بقى، ويلا بقى، السلام عليكم.